هو بدأ ازاي؟ طيب، هي يعني ناس كتير فاكره ان الذكاء الاصطناعي بادئ الفتره الاخيره في خلال الثلاث اربع خمس سنين اللي فاتوا مع بدايه ظهور شات جي بي تي، او حتى يمكن يعني مع نهايه القرن العشرين. لا، هو الذكاء الاصطناعي بادئ من بدايه من القرن ال19، لما تمام. بدأ علماء الرياضيات يستخدموا معادلات رياضيه منطقيه تسهل عليهم حلول المعادلات دي. بس هم ما كانوش عارفين ان ده ذكاء اصطناعي، لكن هو يعني في صورة ان الآلة بتفكر مكان الإنسان. بدأ العلم ده يتطور ويستخدم أكتر لغاية بداية الخمسينات. بدأوا يفكروا ان هم ينشئوا علم جديد اسمه الذكاء الاصطناعي. اتعمل مؤتمر عالمي فعلا في دارتموث في أمريكا سنة 1956. المؤتمر ده كان الهدف منه إعلان مصطلح الذكاء الاصطناعي لأول مرة في العالم. ده الموضوع قديم بقى. الموضوع قديم جدا. بدأ كمان بعد كده يتطور لدرجة ان سنة 1966 بدأوا ينشئوا أول شات بوت اسمه إلايزا، زي الشات بوت اللي موجود دلوقتي زي شات جي بي تي دلوقتي، بس طبعا بشكل بدائي جدا. في البداية كنت تديله السؤال يرد عليك بإجابات مسجلة بشكل يعني بدائي جدا. بس هي دي كانت البداية، وبدأ الموضوع يتطور لدرجة ان هم كمان في التسعينات كان في لعبة الشطرنج الشهيرة، يعني هزمت بطل العالم في الشطرنج بالذكاء الاصطناعي. دخلوا في المنظومة كل تكنيكات اللعب في الشطرنج وسابوه هو يشتغل، وهزم بطل العالم في الشطرنج. وبدأ يتطور لغاية ما وصلنا دلوقتي لمرحلة الشات جي بي تي ومرحلة الصور ومرحلة الفيديوهات. محتوى كامل بيتعمل بالذكاء الاصطناعي.